يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ويسعدنا طبعا أن يتواجد معنا الفنان والشاعر في التراث الأستاذ طاهر النجادة، وهذا الحديث الشيق اللي قلنا نبدأ عنه في بداية حلقتنا. بداية طبعا نقول لك يسعد لي أوقاتك وسعيدين جدا بتواجدك معنا. الله يسعد أيامنا وأيامكم إن شاء الله، وكل أيام من أيامكم كلها إن شاء الله فرح في فرح. اللهم امين. طبعا استاذ، دائما لما نجيب طاري اخر ايام رمضان يصير عندنا اكيد التجهيزات الاساسيه اللي هي تكون مرتبطه بالعيد، فنلاقي الامهات يبتدون ينشغلون من ناحيه انه يوفرون اللبس للابناء، من ناحيه يلمون اغراض رمضان والتجهيزات كلها. يا ريت تكلمنا اكثر عن الاحساس هذا، خاصه في الماضي لما نتكلم عن تجهيزات اكيد العيد. طبعا الناس يكونوا خلصوا من قضيه الناصفه والقرقعان، وهذا الان يتجهون الى بعض الشغلات اللي هي تخص العيال وتخصهم هم. الان بيجهزون حق العيد من الملابس وغيره وغيره. بالاول خلينا نتكلم عن الحين بقوا يجهزون، طقت لها تذكره وراحت لندن ولا راحت لبنان ولا راحت الاماكن هذه وجهزت حقها وحق عيالها، او نفس الشيء. هذاك بالاول ما كان هالكلام هذا، كان طرقهم على الاسواق البسيطه. طبعا اول ما في خيايط ولا في حلاقين وايد، ما في، كان الاهل يعتمدون على الخياطات اللي في البيوت، في حريم خاصين هذول يخيطون ملابس مثلا اليهال البنيات او الصبيان. تي الام قبل لها مثلا في اول رمضان او من نصف رمضان تودي مثلا اذا عندها عيال صبيان تودي لهم دشاليش، وتودي حق البنات فساتين او نفانيف، تروح حق الخياطه الله يخليك نبي تفصلين على هالقياس، او تاخذ اليهال الحرمه او الخياطات يفصلون. هذا الحكي كان بالديره. طبعا لانه ما في خيايط. نفس العمليه بالنسبه للحلاقين، اولا ما في الحلاقين بسيطين، ياخذون مثلا ليله العيد او قبل ليله العيد او قبل يومين ثلاثه من العيد، الابو ياخذ اليهال طبعا في رمضان ياخذهم وين؟ حق الحلاق، يقلب له ساتول، يكون الحلاق عليه زحمه، كل واحد بيحلق، والحلاقه شنو؟ ما في تواليت، لا عيب، اصلع هم بالموس والماكينه. اي نعم، هذا الحكي الاول. الحين لا، الحين قاموا يطلعون بفناتق بالنسبه لليهال. بالنسبه للملابس طبعا الام تروح مثل ما قلنا تودي حق الخياطه، تودي لها الملابس على حق شوف كم بنيه عندها او كم ولد، وتقول لهم نبيكم تفصلون الدشاليش المعروفه العاديه. نعم. زين. طبعا هو حق العيال الصبيان طرق دشداشه حق العيد، البنيه نفنف او نفنفين. زين. فتي الخياطه من كثر اللويه اللي عليها والزحمه تقول لهم يا اما يخلصون هذول الملابس يمكن ليله العيد او صبحيه العيد، زين، او قبلها بيوم يومين، يعتمد على حسب الضغط اللي عندها. هذا بالنسبه للملابس. طبعا مو مثل الحين التفصال من قبل اسبوع اسبوعين، الملابس مزهلقه وشد وغيرها، هالحكي ما كان فيه بالاول. نعم. هذا شيء بعد يخلينا مثلا نقول على البنات، مثل ما زميلتي هبه تفضلت في بدايه الحلقه وقالت موضوع الحنه. الحين نشوف الحنه في نقوش وفي صالونات مثلا البنات يروحون يسوونها، وغيروا الشكل. الحنه الكويتيه اللي كانوا يستخدمونها امهاتنا شلون صايره؟ الحين اقول لك، احنا بس خلينا نرجع بالنسبه للملابس. طبعا من كثر الزحمه واللويه على الخياطات، لما يجون يستلمون ملابسهم احيانا طبعا من كثر الزحمه يمكن الذيل مو مدروس عدل، بعضهم ما فيهم جيب، بعضهم الجيب مو هذا زر، يعني يطلع في بعض العيوب الشرعيه في بعض الملابس. كل واحد وحظه. بالنسبه للبنات بالنسبه كل شيء ماشي. نعم. فيجون يستلمون يمه هذا الجيب مو هذا مو مضبط، او الذيل هذا تقول لهم مشي يمه، او البنيه نفس العمليه. فلانه كان في عليهم ضغط. نرجع بالنسبه لليله العيد، ليله العيد او قبل العيد بليلتين خلينا نقول عن الضغط. طبعا الام تكون ملتهيه، لا هي في قضيه اجلكم الله كناس الحوش ونظافته، واذا عندهم بعد حوش داخلي مال البقر او مال الغنم يبي له شغل. طبعا هي تتساعد مع ما في لا خدم ولا حشم. نعم. هي ويا بناتها اذا عندها بنات كبار او عندها شرايط او شناين يجهزون يغسلون الحوش. والحوش طبعا عربي بسيطه، يا اما ممسوحه بسميت او بطابوق او من ذاك البيت اللي له كاشي. حتى البيت العربي برشته
في وسط الحوش، وعندهم الحويش هذا يجهزونه زين. يبقى السؤال اللي سالتي انت قلتي لي الحنه. بالنسبه للحنه تصير ذيك الليله عجله في البيت، الام تكون ماكه الحنه او الوسمه. طبعا الفرق بين الحنه والوسمه، الحنه اللي هي تعطي اللون الاحمر بايدين اليهال او الحريم. الوسمه ما يستعملوها الان وايد، الان قاعد مثل ما تقول يستعملون النقوش السوداء على اليدين وعلى كذا زين. فكان اول يستعملون الحنه ويستعملون الوسمه، الوسمه حق الكبار، الحنه حتى الصبيان يتحلون عليهم. ذيك ليله العيد تشوفي خبصه في البيت، حتى الصبيان يما حطي لي فيجون عندهم اجلكم الله دلاقات عتيجه او شمطوط خرجه، يجون اليهال المغارب ويكونوا ماكين يعني عاجنين الحنه، كل واحد يقول يلا بطلي ايدك او بطل ايدك، يحطون لهم عجينه في اليد يربطونها او يلبسونهم اجلكم الله دلاق عتيج. يقول يلا الحين تنامون مبكر، وين ينامون؟ الحين هم ينطرون الصبح علشان بيروحون يعايدون ويبون العيديات، فيربطون ايدينهم زين. والحريم نفس الشيء، بعضهم يحنون اجلكم الله مريون لهم كذي. فيصير ذاك اليوم اليهال مستانسين في الحنه، علشان من يقعدون الصبح يشوفون كل واحد ايده حمراء. طبعا صار بالليل ناموا الصبح تشوفون من صباح الله خير اليهال يلا يما يسبحونا عدلونا يلا غسلوا ايدنا، كل واحد طالع ايده حمراء وهذه ايدها سوداء زين. فالحين يدخلونهم اجلكم الله المسبح. نعم. طبعا مثل الحين دوش وشاور وهالخراب، يطلع مسبح صغير يخدم البيت كله. والمسبح يعني فيه اللي هو الجليب اللي هو ماي خريج فيه او ماي هامج يسمونه، يغسلونهم طبعا بسدر او بصابون رقي، يعني مو مثل الحين شامبو ما شامبو هالسوالف هذه. لان اول كان اجلكم الله والمشاهدين المسبح مفصول عن المرحاض زين. فيحطون يهال واحد ورا الثاني ساتول، يسبحون الصبيان ويسبحون البنات كل واحد بروحه طبعا. يخلصون هذا يطالع عيده يقول يلا الحين عاد روح داخل علشان نلبسكم الملابس، ويكون في يكون الريوق جاهز، تكون الام او ربة البيت كانسين الحوش وحاطين طبعا الاسفر وحاطين الجوادري اذا في جودري او في حصران، يجهزون حق شنو صبحيه العيد حق الريوق. الريوق هذا طبعا يجون يجتمعون الاهل والكبار والعمام والخوال. هذه بالنسبه اللي كانت بالنسبه يسمونها ليله العيد اللي يتم اكيد ليله العيد. نعم. طيب ما شاء الله، يعني كل هذه المهام اللي كانوا يسوونها وينظمونها، خاصه انه تاخذ وقت تاخذ مجهود. نعم. ومثل ما تفضلت ما كان في اي مساعدات الا باللي حولها، يعني اذا نعم. كانوا عندها بنات كبار وغيرها من الامور، فبالتالي نشوف انه يعني ما شاء الله عليهم في ذاك الوقت كانوا يقدرون يدبرون هذه المواضيع مقارنه في الوقت الراهن على كثر الرفاهيه اللي عندنا. لكن هم نشوف انه وايد يتشكون، انه وايد عندنا شغل، وايد عندنا تجهيزات، خاصه ان المطالب بالنسبه لهذه التجهيزات رغم انها هي نفسها للحين عندنا مثلا اللي هو تجهيز للريوق، تجهيز للاكل بالنسبه حق اليمعات اللي بيتزايرون اكيد بالنسبه للعيد، لكن قاعد نشوف انه في تفاوت بين انه قبل كانوا يقدرون ينجزونه واليوم في وايد نقدر نقول شكاوي انه مو ملحقين اكيد عليه بشكل كبير. نعم كلامك في محله، طبعا اول يختلف عن الحين، اول كان في جهد كبير يصير على ربة البيت وعلى رب البيت، بالاضافه الى الريوق اللي يجهزونه من الليل. بالليل يكون الابو رايح جايب الرهش وجايب الحلوه وجايب شو اسمه هذه الزلابيه وغيره وغيره، والام بالليل مجهزه البلاليط حق صبحيه العيد. غير الغداء، الغداء هذا بعد موال ثاني. نعم. تشوفين في ذاك المطبخ مثل ما قلنا الاكلح الاسود وتحطها الجذور على المواقد، يكون لنا حق الغداء، يكون الغداء في بيت الكبير، بيت نعم. عميد العائله. نعم. تحطها الجذور يعني ما تنام. يصير الفير الابو لما يطلع يروح المسجد عشان يصلي صلاه العيد، يرجع ما يجي الا يشوف كل شيء جاهز على الاسفر بالحوش او بالليوان مثلا او تحت العريش زين. يكونوا اليهال مجهزينهم لابسينهم معدينهم زين، يقعدون الحين يبون يتريقون علشان كل واحد يشوف شغله. كان الحين مع الاسف هذا الحكي انتهى. اليوم وقت العيد كل من قب سافر، ما حد يشيل احد.
الامور تغيرت بالفعل، ما كان في ذاك التعاون وذاك الترابط. حتى بالنسبه للزوارات، واحده رفعت يمه ترى اويبه انا ترى ما اقدر اجيكم اليوم، بجيكم ثاني يوم لان بروح بيت زوجي اول يوم، او الابو لا والله بروح بيت عمي اهل زوجتي، او والله بنسافر. فمع الاسف ما كانت الظاهره الطيبه الاوليه موجوده، لكن بعد على قولة القايل كل وقت ما يستحي من وقته. نعم أكيد بلا شك. وأستاذ طاهر هذا يخليني كذلك يطري على بالي شغلة، إن نسمع وايد في ناس تقول ما ندري وين نروح بالعيد، ما ندري شلون نقضي وقتنا. في السابق وين كانوا الناس تقضي وقتها؟ شلون كانوا يقضون وقتهم بالعيد؟ طبعا احنا مثل ما قلنا اول يوم يتجمعون العائله. نعم. والسبب طبعا لان كانوا كلهم فريج واحد او كلهم منطقه واحده او يعني كانوا داخل السور البيوت متقاربه، فيوم العيد يتجمعون كلهم عليه. قد يكون اول يوم، ثاني يوم، مثلا ثالث يوم يروحون مثلا الابو يقول والله بروح بيت اهل زوجتي، بيت عمي، او عياله بيروحون، يعني يوزعون ايام العيد على الاماكن هذه. ولكن ما في، والوقت بسرعه ترى ينتهي، مجرد زواره يقعدوا يروحوا مثلا وقت الغداء الى المغرب كلهم يرد بيته، ما في بعد سهرات اول تلفزيونات ولا سينما ولا هالسوالف، الا بعد ما ظهرت السينما. زين، هذا الحكي من بعد الستينات نوعا ما والله بيروحون الفيلم بس، لكن ما في عندهم مثل الحين يسافرون يستانسون. اليحال انت الحين اصبتي في هذه من الصبح بعد ما يسمحون اليهال ويتريقون، يعني عندهم عجله الحين ينطرون، بيروحون يعايدون، فينطرون الابو لما يعايدون عليهم، يسلمون عليهم، يقعدون يتريقون وياهم. يلا يبا الحين عطني هديه. الكبار عطني هديه، نص ربيه، ربع ربيه، احنا نتكلم عن ربيات. زين، الحين في وقت الدنانير الحالي، اليوم الياهل او البنيه اللي قطيت عليها 15 دنانير قطيتها بيت، قالت شو اسوي في هذه؟ ليش؟ لانهم مو فكر بيشترون اشياء غاليه. زين، حاطين في بالهم من قبلها بيوم او قبل العيد شيء يشترون. بالاول ما كان الحكي، والله بنروح السوق بنشتري حلويات، والله بنروح الدوارف. شنو الدوارف هذا؟ طبعا الدوارف عباره عن قله يلبه ام الحصن، يركبون على اجلكم الله مثال الحمير، وهذه طبعا كانت في اماكن محدده في الديره. يعني حاليا داخل الديره عند الدروازه او عند المجمعات هذه البلوكات مال الخامات، كانت المنطقه هذه مفتوحه، كان كلها دوارف. حلو. دوارف وقله يلبات، واجلكم الله واحد حاط حصان حق يركب عليه اليهال. زين، بعضهم حاط صندوق مثلا هذا ويكود فيه الثلج، بعضهم في بيوتهم يسوي سندويش بيض غيره ويبيع. ما في لا بلديه ولا، فيون اليهال يطلعون من البيت ياخذون بعض الايادي البسيطه من ابوهم، من خالهم، من عمهم، حتى الجيران على فكره كانوا اول ما يبخلون يعطون جيرانهم. زين، يروحون بنات وصبيان بملابسهم الحلوه المزهلقه. زين، ويدبشون من الديره الى السوق. طبعا يروحون في ذيك الغبره والكلحه ويركبون هذا ويشربون الشربت. شوف الملابسهم عليها الشربت والبرد، يروحون مزقرتين ويردون بعفستهم. زين، المشكله شنو؟ هي التفصال كلها دشداشه واحده. عاد انطر لما يغسلون دشداشتك عشان تلبسها وتطلع العصر، والبنت نفس الشيء. فكانت الحياه حلوه جدا. الاهل طبعا متجمعين في البيت. زين، يتزاورون طوال الثلاث ايام، مثلا 3 ايام العيد، وهذه حالتهم الحمد لله. نعم. اليوم بعد في هذا الموضوع، خاصة في موضوع التزاور، نشوف أنه ما يتمون في البيت مثل قبل، أنه يقعدون ساعات طويلة يجابلون الأهل فيها. صارت الحين مناسبة العيد أنه بس يجون يمكن يقعدون ربع ساعة، نص ساعة بالكثير. اليهال حتى اليهال ياخذون الأيادي اللي يبونها، وبعدين الكل يطلع برا البيت ويهدون، نقدر نقول البيت الكبير، البيت اللي فيه عمود أو أساس العائلة، ويخلونه ويمشون. شنو السبب في هذا الشيء؟ هم يعتمدون على الحياة الأولية. أول ما عندهم أماكن. الحين في الوقت الحالي بيون يسلمون، يمكن بيسافرون، بيون يسلمون، بيروحون مسرحية، بيروحون سينما. هذه مثلا بيروحون حق صديقاتهم. هذه الامور هي غيرت في هذه الطبايع. يعني غير هذا اليوم الواحد، وبعدين تشتت الناس، تباعدها في المناطق. اول كان يجمعهم فريج
تجمعهم منطقه واحده. الحين صاروا بعيد، يعني واحد بالديره وواحد قريب عن من مناطق الخيران وغير الخيران والمطلع وغيره، فيستصعبون. ولو ان انا هذه يعني ارفضها، صار التليفون والسوشيال ميديا صار هو الوسيله، وهذا اكبر غلط. ارفع التليفون على ابوه مبارك عليك الشهر او عيدك مبارك، او على امه، لازم يجون يأدون الواجب. هذا قصور. انت سالتي ليه شنو؟ هذا سبب قصور. يعني ما نعذر ان انت صرت بعيد. اليوم السيارات وسائل هذا يعني ما تمنعك من انك تيجي وتجتمع. زين، اول هذا الكلام كان مرفوض، يجون يقعدون ليل نهار. زين، وقامت الناس الحين تمل من يوم بعد هذا، يقول يلا يلا اخذوا عيالكم طلعوا ترى اذونا. زين، فهذه الامور صح، هذه اهم الامور. اي نعم، لان اليهال صاروا يشاعرون. زين، وبعدين اليهال يا نحن بنروح دوار، احنا بنروح مني بنروح سينما، بنروح مسرح. فهذه كل هالامور هذه الحقيقه قللت من الواجب. نعم، لكن يعني ماكو شك ان كلامك على ما تم، الا ان صله الرحم واجبه. يعني الواحد يظل ينتمي الى صله ارحامه مهما باعدت في الظروف. استاذ، انا حضرتك طبعا يعني غني عن التعريف، ومثل ما عرفنا عنك بالبدايه ان شاعر في التراث. شنو تبي تسمعنا اليوم؟ ما شبعت انت من التراث؟ لا ما ينمل التراث. لا، ما ينمل منه. احنا ما دام تكلمنا عن التراث وتكلمنا عن اليمعه، خلينا نتكلم فيها عن البيت الكبير، البيت اللي هو يضم الاهل بمعانيه وبحياته الاوليه. زين، وببساطته. زين، وبعدين نبين في التعاون ما بين الكبار، الام والابو. هذه خلاصيه سميتها البيت الكبير. اقول نقولها احنا من بحسره، نقول يا ذاك الزمان والبيت الكبير، بيتنا من لبن وطين والفرشه حصير. يا ذاك الزمان عصرا دفن ومثله ابد لا ما يصير. كنت انا ايامها طفل صغير، يا ذاك الزمان بعيني دولاب يدير، قصه اجدادي وابوي والجار والقصير. على البرمه والحب بالحوش وماين من غدير. على البرمه والحب بالحوش وماين من غدير، وجرعه منه ما يصقع، وتسمع الناقوط بالطاسه هدير. على امي تزعب الماي ساعه من ذيك البركه وساعه من ذاك الجليب، والوهقه لو طاح الدلو بقاع الجليب، تسمع الملمص لها انغام وصفير. وبسط الحويش ابوي يناديها زتك ما يصير، جيبي وزاري ترى الصلاه قامت والمطر سكت تصب ماي الغزير. وانت ساعه بتزعبين هالماي وساعه تطوين الحصير، واسمع امي تقول حقه وبكل احترام، يحافظ مهلني شوي يا سيدي الكرام، وعلى امرك كل شيء يصير، والدنيا هم سيان وبرد ومطر، واشوف المرازيم شغاله خرير، وسقافه الدور تنز ماي الغزير، وامي بالليوان معلقه هالملاله وفيها الطبيخ، ومعلقه ذاك الفنر لجلح تحت العريش، وياه يعجله ودخلنا خنقتنا، وريحه الغاز حشرتنا، والسماء ترعد وتبرق، وعلى كل هذا تحملنا وصبرنا، على كل شيء يصير. على ذاك الزمان اللي فيه العيشه مقسومه على غني وفقير. هذه كانت احلى ايام وذكرى عن ذاك الزمان العسير، وعن بيتنا المبروك ذاك البيت الكبير. وسلامتكم. صح لسانك. كل أمانة يعني فعلا كلمات جدا تصل إلى القلب، والمعنى يصل إلى الشخص المستمع أكيد. لأن لما نيجي اليوم نتكلم عن البيت الكبير، لما نتكلم عن يعني أساس العائلة، هو المكان اللي يجمع الكل. يعني الواحد لازم يهتم أكيد بشكل كبير. حلو الواحد أنه يحافظ على هذا العادات والتقاليد، لأنه أكيد يتجه للبيت وللذكريات بشكل جميل، وخاصة الذكريات الجميلة. كلنا أكيد كانت لنا تجربة جدا أساسية ومهمة في حياتنا، فيما تتعلق أكيد بأجدادنا، بأبهاتنا، أمهاتنا. الله أكيد يرحم الجميع ويخلي لنا أكيد اللي موجودين معانا، ودامهم موجودين نستغل هذه الفرصة ان احنا نزورهم ونقعد معاهم، وأكيد نستمتع بالعيد، لأن أجواء العيد للأمانة ما تحلى إلا بوجودهم. وصح لسانك ويعطيك ألف عافية. مو بس العيد، عفوا، يعني كل المناسبات القطاع هي زين فعلا صحيح، ولكن هو العيد يعزز او يدعم اكثر.
اختي. نعم. لا نكتفي بس برفع التليفون ولا ادز مسج وابارك واهني، لان هذه لا تكفي وتعتبر قصور. اكيد احسنت وسعداء جدا طبعا بتواجدك معنا، وهذه السوالف الحلوه وهذه القصايد الاجمل من حضرتك. كل الشكر لك استاذ طاهر النجاده على تواجدك في برنامج دروازه. وانا اشكركم جزيل الشكر، واقول كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، والله يعيد علينا وعليكم ان شاء الله وعلى جميع المسلمين مثل هالمناسبات، مثل هالاعياد بالخير والصحه والعافيه. آمين. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت حلقتنا وضيفنا لهذه الحلقة ومحورنا لهذه الحلقة. نطلع هذا الفاصل ولنا رد وياكم.